قدرتش اعمل اكل والله النهارده، ما طب قدرتش. قومي اعملي لي اي اكل. اقوم يعني؟ انت شايفني انا بالمنظر ده اقوم يا ابني؟ عايزين بيه دلوقتي. قومي اعملي لي اكل انا جعان. صرفيني. معلش، في بيض في التلاجة وفي جبنة وفي حلاوة. طلع يا ابني واعمل لقمة ان شاء الله اكل معاك عشان اخد العلاج. انا عايز اتغدى، انا جعان، جاي من بره جعان وعايز اكل، مش هاكل اكل من دوت. طب ما الاكل في التلاجة يا احمد، قوم اعمل. معلش اعذرني النهارده ما قدرتش اقوم اعمل حاجة. قومي تصرفي في اكل، اعملي اكل كده على السريع. بس مش هتاكل فلان ولا حاجات اكل من انا مش قادرة التلاجة. اقف على رجليا يا احمد وتعبان، اعذرني يا ابني، اعذرني يا ابني. عايزة احس مرة ان انت في يوم كده يعني تحس بيا على طول كده، يعني قاسي عليا يا احمد. بقولك انا مش قادرة، واكيد انت شايف منظري يعني، مش بتبلع عليك يا ابني ولا بتبلع على نفسي. انا طالع من بعد الكلام ده كله، انا اطلع بايه؟ هيطلع لي الاكل بس انا جعان، واحد عايز ياكل، لما تديني فلوس انزل اجيب اكل، لما تقوم تصرفي لي في اي اكل. مش عارفة يا احمد المعاملة اللي انت بتعملها لي يا ابني، انا وانا شغالة عندك يا ابني. انا ما قلتش انت شغاله عندي ولا مش شغاله عندي، قومي تصرفي لي في اكل، انا جاي من بره جعان وعايز اكل. انا تعبان النهاردة، مش بقولك يعني نحس ببعضنا. انا تعبان النهاردة، قدر الظروف اللي انا فيها يا ابني، قدر الظروف اللي انا فيها. خش اعمل لك لقمة كلها، عندك البيض وعندك الجبنة وعندك الفول، وطلع يا ابني واعمل وكل. ايه يعني؟ ايه يعني يوم؟ بص انا ما بعرفش اعمل اكل، لما تديني فلوس انزل اعمل، لما تقوم تصرفي لي. ده ثانيتين وهتعملي لي اكل كده، انا جعان والله ما قادر. فتنجزي لي تديني فلوس، لما تقومي على السريع كده تعملي لي اي اكل. انا بقول لك مش قادره اقف على رجلي، مش قادره اقف على رجلي، وتاخد فلوس وتشتري من بره اكل بالغالي، تشتري كريب ب150 جنيه، وتشتري ده وده وده، والاكل برضه مش هيشبعك. الاكل جوه والعيش جوه والحاجه جوه، في ايه يا حبيبي؟ ماما والنبي بقى، الواحد ده انا مش قادر افضل اتكلم كتير، وبعد الكلام ده كله لما تقومي تصرفي لي برضه في اكل، لما تديني فلوس انزل اشتري. عمرك ما حسيت بيا يا احمد، والله عمرك ما عذرتني ولا حسيت بيا. ده انا لما بتبقى تعبان ببقى قاعده تحت رجلك، وببقى بتمنى التعب اللي فيك يجي فيا. انت عمرك ما حسيت بيا، ده انت المفروض بدل ما تخش تقول لي الف سلامه عليكي يا ماما، الف سلامه عليكي، اجيب لك حاجه، اجيب لك علاج، اجيب لك اكل، اعمل لك حاجه سخنه. داخل ما انت ما بتفكرش الا في نفسك يا ابني، انت ما بتفكرش الا في نفسك. ليه انت بتعمل فيا ليه كده؟ ليه يعني؟ ايه الاسيه اللي منك ليا دي؟ الف سلامه وكل حاجه، بس بقولك برضه ما يتصرف لي في اكل. انا هشحتها منك الف سلامه وكل حاجه، انا هشحتها منك يا ابني. ليه كده؟ ليه الابن يعمل كده مع امه؟ هعمل إيه دلوقتي؟ طب بعد كل ده انا هعمل ايه برضه؟ انا مش هاكل اكل انا من التلاجة. وانت عندك بيض هتطلعه، يا اما تسلقه يا اما تقليه، يا اما تطلع لك مثلا حته حلاوه، حته جبنه تخلط عليها طماطميه وتاكل يا ابني وتحمد ربنا. هو في ايه يا حبيبي؟ اعذرني يا ابني، يوم انا كل يوم بقف اعمل اللي انتوا عايزينه، ما فيهاش حاجه يعني لما جيت في يوم تعبت يعني يا احمد. لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا يهديك يا ابني.